السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة حلوة قوي من أكلات الشتاء. النهاردة ده يومها، النهاردة الجو برد بقى ومحتاجين ان احنا نعمل شوية حاجة كده مغذية وفي السريع وجميلة جدا. هنعمل نبت. انا هنبته في البيت. طبعا عايزة اقول لكم ان هو مش صعب خالص ان انا انبته في البيت. احنا بنجيب ربع كيلو فول تدميس عادي، بتنقعيه 24 ساعة. بعد ال 24 ساعة بتاخديه بقى في حتة قماشة قطن كده زي ما احنا شايفين. بنحطه في القماشة كده زي ما احنا شايفين لمدة يومين. وكل ما احس ان هو القماشة نشفت ارشرشها بس شوية مية صغيرين كده خلال اليومين. اول بقى ما افتح عليه والاقيه نبت بالشكل دوت، يبقى انا كده خلاص تمام. هاخد الفول بتاعي دوت واديله شطفة كده على الحنفية. انا كده شطفته شطفه كده بميه من الحنفيه. هجهز بقى، انا مش محتاجه اي حاجه خالص غير ان انا مثلا هجيب بصله زي ما احنا شايفين، كام فص ثوم، طماطمايه. ملحوظه ان طبعا البصل لازم يكون البصل اللي هو الاصفر، ما يكونش البصل الاحمر، عشان البصل الاصفر طبعا بيخلي الشوربه بتاعته تبقى رايقه. البصل الاحمر بيغمق الشوربه. دي ملحوظه خلي بالك منها. انا كده حطيت الفول في الحله. هنزل بقى بالبصل والطماطم والثوم زي ما احنا قلنا كده، وهنغطي عليه ونسيبه شويه. مش هحط اي اضافات خالص. طبعا ما بنحطش ملح دلوقتي غير في الاخر خالص. كده الفول بتاعنا استوى. مش هنحط بقى غير حبه ملح وكمون زي ما احنا شايفين. هحط الحقيق بتاعنا كل واحد على حسب رغبته، حبه ملح وكمون. في حد حابب بقى يحط شطه بيحط، اللي مش حابب خلاص ما يحطش. وهنقدم مع بعض كده ونشوف. ده الشكل النهائي بتاعنا. طبعا بنحط معاه ليمون، اللي حابب بيحط ليمون. والف هنا وشفا. ودي اكله جميله من اكلات زمان، اكلات الشتاء، اكلات امهاتنا وجداتنا، الله يرحمهم جميعا.